معنا كائنات عجيبة هي توافق معي الله المستعان. بس قول الشاعر الأطرش: إذا لم تصن أرضا وتخشى خالقا وتستحي مخلوقا فيما شئت الصناعة. يقول الأرجي أيضا: إذا حرم المرء الحياء فإنه بكل قبيح كان منه جدير. خلق الفتى ما دام يحيى فإنه بكل قبيح كان منه جدير. الإمارات دولة الإمارات هذه اللي شغلتنا برج خليفة وبرج يديروا مجموعة من البارات ومجموعة من العاهرات يستوردوا عن بضاعات. أي شيء دبي، أي شيء الإمارات، أي شيء الإمارات ما خرج عارة مو منتم. دولة الإمارات الدولة التي استطاعت أن تصنع من اسمها حاضرة من حواضر الدنيا في حاصرة العالم. رجال طلب الجزر حق من كان مفقود الحياء فوجهه من خير بواب له بواب. إذا رزق الفتى وجه وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. وهذا تقلبه ولم يكن الدواء ولا لشيء يعالجه به فيه أغنى. فما لك فيما عتبك الذي لا حياء له به إلا العناء. اللي عطبك الإيراني فشخ. أنا أنتم الإماراتيين. أنا أبارك للإماراتيين النصر العظيم هذا. أبو خالد أنا قطرازي. السعودية هي يعني فيروس داخل. اتهم السعوديين فيروس وما كفر. كل ما استطعت أنا بمعزل إن الكثير من الوراء ولا يصحب. واجعل جليسك سيدا تحظى به حب لبيب عاقل بالقلوب. أخلاء رهاهم كثير ولكن في البلاء هم قليل. فلا يقررك تخلهم يا أخي فما لك عندي نائب غير. كل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول. سواء خلل له اسم حق ودين فذاك لما يقوله الرجل. يقول حسن من ثابت: نصحتك لا تصعب سوى كل فاضل. خريق السجايا بالتعسف فيه الضرب ولا تعتمد خير الكلام واحد من الناس إن حصلت خير من الأذى. هذا متابعين والله ما تابعهم يقولوا لأنهم خصوص. الوطن العربي هذا كفرة مجرمين قتلة سفاحين. هذا خاص شكل الله إن أنت أرخص دولة. السعودية أرخص دولة على مر التاريخ. ليش إحنا نقول يا سلمان؟ نجينا نقول شكرا سلمان شاقي على نص اليمن. سلمان كان يدي معاشات الجيش لعلي عبد الله صالح 33 سنة والآن قام سلمان عينه صح. لعنة الله على السعودية بالشهر الكريم هذا، تلعنهم وتديمهم وتحرزهم الذي وصلنا إلى هذا الموصل. لا والله إن السعوديين أثبتوا أنهم رجال وأنهم أهل مواقف وأهل نخوة. وأنا سلمان وعيالك القرار العربي نحن ولا قرار معلوم ذكر رابح الصقر. قلتكم الله هذا كان معه رزق، هذا كان وجه واحد الرزق وارحم الراحمين. سلام الله على رابح الصقر يا جياب. وقصكم يحرج ولا حاجة عادي عند هؤلاء ما فيش مشكلة طبيعي. ممكن اللي بيشوفوا يحرجوا من حاله بس هو ما بيحرج ابدا وبيشوفها طالب الله خلونا ادرزق الله. بيشوف فني مهنة شريفة وكذا وعادي عنده يدخل في أعراض الناس وفي نساء أختك ومرتك حاجة تفاهة في خصوصيات الناس ويفتكر أن هذا مصدر رزق وهذا شغلة شريفة. ولهذا يقال: حافظوا على الشرفاء ولو كانوا خصومكم، ولا تفرحوا بالسفهاء ولو كانوا يدافعوا عنكم. فاليوم قد تجده معك ولكن غدا ستجده يشتمك. بل أحيانا مثل هؤلاء وقوفوا إلى جانبك سبة في حقك ونقيصة وأيضا يضعك في محل شبهة.